واش عمرك شفتي الفيلم ديال دي اكسورزيم اوف ايميلي روز؟ هذا واحد من اقوى الافلام ديال الرعب اللي تقدر تشوفها في حياتك. شنو غادي تقولي الا قلت لك داك الفيلم كامل بالرعب والخلع اللي فيه مقتبس من قصه حقيقيه وقعت بصح؟ تيقني ولا لا؟ المهم انا نعاود لكم القصه الحقيقيه ديالو، ولكن الا كنتي كتخاف راك غادي تخلع ديال بصح، حيت راه غادي نوريكم شي تصاور حقيقيه وشي اصوات حقيقيه ديال واحد الجلسات ديال طرد الارواح اللي دارت على البنت اللي دايره على القصه كامله. المهم انا علمتك، نبداو. القصه وقعت في المانيا. كانت واحد البنت عاديه بحال اي بنت اخرى في اي بلاصه اخرى من العالم، كتقرا عندها خواتاتها عندها والديها. المهم حياتها عاديه جدا حتى غادي تقلب حياتها الجحيم. هذا هو الوصف الوحيد اللي نقدر نوصف به الحاله اللي وصلت ليها مسكينه، حيت بصح غادي تبقى فيك مزيان، حيت قصتها غادي تولي من اخيب القصص وارعب القصص اللي غادي تتعاود ويداروا عليها افلام بحال الفيلم اللي قلت لكم في الاول. البنت سميتها اناليس ميشيل، تزادت في عام 1952 واصلها من الالمان. والديها كانوا متدينين وكانوا تابعين المذهب الكاثوليكي يعني مسيحيين، وحتى والديها كانوا ناس اللي طيبين ومزيانين الله يعمرها دار. يعني ماشي هما اللي عقدوها ولا كانوا كيضربوها ولا كانوا ناقصينها من شي حاجه باش تقول زعما راه تعقدات ومرضات نفسانيا. المهم كبرت اناليس مع والديها توصلت للسن ديال 16 سنه، ومن هنا غادي تبدا هذه المشكله هذه اللي كتوقع عليها. مره كتجي واحد الحاله كتبقى ترعاد بلا حتى شي سبب، يعني ماشي بسبب البرد، ومره كتفقد كاع السيطره على شي بلايص من الجسد ديالها، بحال يا اما مثلا يديها كتبدا ترعد بزاف بشكل اللي مبالغ فيه، اما يديها كتوقف كاع بحال كنتي تتموت عليها. فاش شافوا والديها هادشي كاي والدين داو بنتهم لواحد السبيطار باش يشوفوا شنو هادشي اللي بنتهم، ولكن فاش خداوها للسبيطار حالتها عاد مازالت تكفاست اكثر من الاول. وهي جالسه في السبيطار بدات كتحلم بشي احلام اللي خايبه بزاف. عرفتي فاش كتكون مفرج في شي فيلم خايب وكتنعس، مور داكشي كتحلم بالحرب الاقتتالات الدمايات الرعب بحال هكاك، وكتحلم بوجوه غريبه ديال شي ناس كتشوف فيها وحاضينه، وجوه اللي غريبه وكتخلع تقول غير وجوه ديال الشيطان. وهاد الاحلام هادو كيتعاودوا بزاف لواحد الدرجه اللي مزعجه بزاف. والكارثه اللي كبر من هادشي هي كتسمع اصوات في الداخل ديال راسها كتقول ليها تتحرقين في جهنم، وهذا الصوت كيتعاود في عقلها بزاف ديال المرات لواحد الدرجه اللي هي هستيريا. تما نصحوا الطبيب اللي كان متبع معها وقال لوالديها هادشي خارج على السيطره ديالنا حنايا، خاصكم تاخذوا بنتكم لطبيب نفساني هو اللي التخصص ديالو هادشي. وبالفعل داكشي اللي داروا. فاش تبعت معاه بدات كتقول ليه اناليس ان الجسم ديالي مسكون بارواح شريره. هو واحد الحاجه علاش نقول لكم ارواح شريره وما كنقول لكمش الجن، حيت هما المسيحيين كيامنوا بالارواح الشريره هي اللي كتسكن الجسم ديال الانسان، عكس ديالنا حنا المسلمين اللي كنقولوا الجن هو اللي كيسكن الجسد. المهم ما عليناش. وقالت ليه كاينين شي اصوات في عقلي كتقول لي ندير شي حوايج اللي ما باغاش انا نديرهم بزز مني، ولكن الطب النفسي ما كيامنش بهذا الشيء ديال المس والسحر وسكني شي حاجه. قال لي هذا الشيء غير هلاويس ووساوس قهريه مركزه لك في الدماغ ديالك وهما اللي كيديروا لك هذا الشيء. هذا الشيء خلى اناليست تفقد الامل في العلاج النفسي، وهضرت مع والديها باش يشوفوا لها شي قس ولا شي وسيط روحي هو اللي يجي يشوف لها شنو بها واش خص الحاله ديالها ويقدر يعاونها باش تقدر تعالج. المهم والديها داروا لها خاطرها وبداو كيمشيو للكنائس باش يقلبوا على شي قس باش يدير لبنتهم جلسات ديال طرد الارواح. كيما حنا عندنا كنجيبوا شي راقي هو اللي كيرقينا، ولكن للاسف الطلب ديالهم ما تقبلش. والسبب اللي خلى الطلب ديالهم يترفض هو ان دوك القساوسه ما يمكن لهمش يجيو يديروا شي جلسه مع شي واحد حتى توفر فيه شي شروط باش يتاكدوا بصح بان داك الانسان مسكون ماشي شي مرض نفساني. هذاك ولا كان شي مرض نفساني يمشي يشوف شي طبيب نفساني. ومن هاد الشروط خص داك الانسان يكره اي حاجه متعلقه بالدين بحال الصليب، شي حاجه متعلقه بالدين، يكون كيهضر بشي لغه اللي غريبه اللي ما عمره ما قراها ولا تعلمها في شي بلاصه، او اللي يتعدى على عائلته، او تكون عنده شي قوه خارقه اللي ما كانش عنده من قبل. هكذا هما كيعرفوا واش بنادم بصح ساكنه شي روح شريره. في الاول اناليس ما كانش فيها هادشي، ولكن من بعد اناليس غادي تولي حالتها اكثر من هادشي كامل اللي قلت لكم دابا. هاد الشروط كامله غادي توفر فيها وغادي تولي فيها واكثر من هادشي كاع. اناليس بدات كتعدى على عائلتها وكتسبهم وتكره الدين وكتعض اي واحد قرب منها وتقمشو. كانت الا لقات شي صليب ولا شي كتاب ديال الدين كتهرسو وتقطعو. كانت مره كتوقف وطيح بلا سبب بحال شي واحد كيدفعها، بحال تقول شي واحد وسطا ولي يتحكم فيها. حتى من الماكله ما كتاكل والو، ما بقات كتاكل حتى شي حاجه حرفيا، حيت دوك الارواح اللي كانت ساكنه كانت مانعه من الماكله. وبدات كتقطع حوايجها وتخلي الناموسيه ديالها وتنعس في الارض. واحد الحاجه اللي في الشكل هي ولات كتاكل اي حاجه لقاتها في الارض، كتاكل عنكبوت، سراق الزيت، الدود، النمل، الدبان، اي حاجه لقاتها. ومره كتجيها واحد الحاله كتبقى غير كتغوت بالجاد وتعض في يديها واللحم ديالها. تخيل لدرجه انها تقدر تطير طرف من اللحم ديالها وتاكلو. فاش تجمع فيها هادشي كامل وافقت الكنيسه تجي دير لها جلسات ديال طرد الارواح. فاش بداو كيديروا لها هاد الجلسات هادو اكتشفوا ان الجسد ديالها فيه 6 ديال الارواح ماشي واحد.
واحد النهار داك القيس دار دوك الطقوس ديالو وسول شكون اللي ساكن في هذا الجسد هذا. هضر بدات كتهضر بواحد الصوت اللي غليظ واصلا داك ماشي صوت ديال البنت. قال ليه القيس شكون نتايا؟ قال ليه داك الصوت ها انا. نقول حنا ماشي انا. قال ليه حنا بسته وعطاه الاسماء ديال دوك الارواح بسته. المهم من بعد هاد الجلسات هادو بدات كتشافى شي شويه، ولكن مره واحده رجعت عاوتاني اكثر واسوء مما كانت في الاول، حيت بدات كتجيها واحد الحاله ديال الصراع الهستيري، وهاد الشيء خلاها بدات كتغوت بواحد الصوت اللي كبير ولواحد الفترات اللي طويله بزاف، ومره كطيح كتسخف كاع وجسد ديالها كيتسمر، عينيها محلولين ولي الجسد ديالها مسمر بلاصتو. المهم بقاو غاديين على هاد الجلسات ديال طرد الارواح 2 مرات في السيمانه، وكيكونوا في هاد الجلسه هادو ام والاب ديالها والقيس والمساعدين ديال القيس. وفي هاد الجلسات هادو كانوا كيسجلوا الاصوات ديال اناليز فاش كانت كتهضر وشنو كانت كتقول، حيت داكشي كان غريب شي شويه وصوتها كان غليظ، حيت هذا راه ما يمكنش يكون صوت ديال بنت صغيره. الا بغيتو تسمعوا بحال هاد الاصوات هادو غادي نوريكم واحد المقطع صوتي صغير ديال واحد الجلسه. هو صراحه كيخلع هذا الشيء، وغادي نخلي لكم تحت في الديسكريبشن واحد الفيديو فيه تسجيلات بزاف باش اللي بغى يسمع اكثر ويتاكد. المهم اناليس وصلت لواحد الدرجه ديال ولاو خاصها 3 ديال الرجال باش يشدوها، عادي بداو يديروا ليها دوك الجلسات. تخيلوا معايا بنت صغيره ما كتاكل والو لدرجه ان الوزن ديالها نزل ل 40 كيلوغرام، قل من 40 كيلوغرام كاع، وحتى الناس ما كانش كتنعسوا، يعني الجسم ديالها صافي تستنزف. وواخا هكذاك كانوا خاصين 3 ديال الرجال باش يشدوها باش يبداو يديروا عليها دوك الطقوس. يعني منين جات هاد القوه هذه؟ وشي بعض المرات كاع ولاو كيربطوها مع السدار يكسر ديك القوه ديالها، كيربطوها بالكوردات ويربطوها بالحبال. اخر جلسه درتها اناليز كانت في 1976، وكانت اناليز صافي الجسم ديالها تستنزف كامل لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، ما بقاش فيها الجهد كاع، وكانت دخلتها شي امراض بحال الامراض الفريه والسخانه، ديك السخانه اللي كتكون كطيحك في الفراش، نيت ديك السخانه الصعيبه. اخر جمله قالتها اناليز: اتوسل من اجل المغفره. الجمله اللي غريبه ياك، ولكن قبل ما تموت غير واحد شي شويه دارت اناليز عند امها بحال هكذا وقالت لها: امي انا خائفه، بواحد الصوت اللي ضعيف ومقتول. وهذه اخر كلمه قالتها وهي تموت مور داك الشيء. من بعد ما مات اناليز البوليس فتحوا تحقيق في هذا الشيء وداو الجثه للتشريح. من بعد التشريح خرجت النتائج ديال التشريح بلا اناليز مات بالجوع، وكون كلات غير شي شويه قبل كانت ما غاديش تموت. هذا الشيء خلى ماماتو وبابات اناليز والقسيسين والمساعدين ديالهم يتعرضوا للمحاكمه القضائيه بتهمه القتل غير العام وتحكموا ب6 شهور ديال الحبس. واخا عياو دوك القساوسه ما يعطيو الادله على ان اناليز الجسد ديالها كان مسكون بالارواح وما كانوا كيديروها خدمتهم، ولكن القاضي ما قبلش منهم داك الشيء. وراو القاضي دوك التسجيلات الصوتيه ودوك الصور ديال اناليز ولكن بلا فايده. في واحد التسجيل الصوتي ديال اناليز كانت واحد الحاجه اللي غريبه شي شويه، كانوا 2 ديال الاصوات كيدابزوا بيناتهم بحال هكا، مرات يتبدل الصوت هكذا مرات يتبدل الصوت هكذايا، وكانوا هاد الاصوات هادو مدابزين على شكون اللي غادي يخرج وشكون اللي غادي يبقى في هذا الجسد ديال اناليز، حاجه اللي في شكل ما كتدخلش للعقل. وتا داك الطبيب النفسي اللي كان دارت مع اناليز دوك الجلسات في الاول قال انه هاد القساوسه والوالدين تاع اناليز مذنبين، حيت كون بقات متبعه معاه كاع ما كانت غادي تموت، حيت كانوا غادي يوكلوها بزز وغادي يعطيوها مؤدئات وادويه تستقر الحاله ديالها. ولحد دابا راه باقي الناس كتزور القبر ديال اناليز ميشيل، حيت القضيه تشهرت في العالم كامل بالخصوص بسبب داك الفيلم ديال ديكستورزم اوف ايميلي روز. الا باقي ما شفتي داك الفيلم كنصحك تشوفو. هادشي الا كانوا كيعجبوك الافلام ديال الرعب، اما الا ما كانوش كيعجبوك فكنصحك بلا ما تشوفو حيت غادي يخليك بالمزيان. وانتم شنو بان لكم في هذه القصه هذه؟ واش بصح القساوسه هما اللي غلطوا وتسببوا في الوفاه ديال اناليز ميشيل، ولا داك الطبيب النفساني غير كيهضروا صافي؟ حيت كيما عارفين كاين واحد الصراع كبير ما بين الاطباء النفسانيين والرقاة والقساوسه. الاطباء النفسانيين كيقولوا ان هذا الشيء غير امراض نفسانيه ويمكن العلاج ديالها غير بالادويه والجلسات النفسيه، ولكن الرقاة والقساوسه تيقولوا ان الانسان تيكون ساكنو شي روح شريره ولا شي جن، وضروري من دوك الجلسات ديال الرقيه الشرعيه وديال طرد الارواح الشريره. المهم نتوما قولوا لي شنو بان لكم في لي كومونتير في هذه القضيه هذه. يلا فوالا هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه. الا عجبتكم القصه كيف ما ديما ما تنساش واحد اللايك وابوني وشي كومونتير كتب فيه اي حاجه بغيتي.